السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى فيديو الكنز. كنز ايه؟ كنز القشطة بتاعة اللبن بتاعتك اللي هتخلينا نعمل شوية زبدة بيتي حلوين قوي وبأسعار يعني مفيش خالص، لان انتي طبعا دي حاجة كانت متوفرة عندك في البيت. زبدة بقى بلدي فلاحي، شوية مرطة كده ملهمش حل، وحاجة كده تحفة جدا وطعمها حلو قوي 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 في الأكل. هتحسسك انك رجعتي لايام زمان. طب عملتها ازاي؟ انا بقى جمعت قشطة اللبن، الوش بتاع اللبن يعني، بس جمعته لمدة بقى يعني شهور ولا حاجة في الفريزر. تمام، لحد ما بقى القشطة قدامك بالمنظر دوت. انا خليتها خرجت من الفريزر، فكت شوية، وبعدين جبت الخلاط بتاعي وحطيتها فيه، وحطيت لها سنة مية علشان هي بتتقل كل ما تضربيها. افضلي اضربي فيها لحد ما تلاقيها فصلت كده بالمنظر اللي قدامك دوت، وبقت مية لوحدها والزبدة لوحدها. هبتدي احطها في مصفى بحيث اطلع اللبن اللي فايض منها دوت لوحده، واجمع بقى في الزبده بتاعتي كده. الله على جمالها! لما تيجي تجمعيها كده بايديكي بتحسي ان انتي عملتي انجاز، يعني فعلا كده انا عملت زبده يا جماعه اهو في البيت. حاجه كده تحفه، وما كانتش على بالي، لان قشطه اللبن اصلا احنا ممكن نكون يعني بنستغنى عنها في بعض الاوقات. هبتدي بقى اكرر اللي انا عملته في الخلاط كده. حطي حبه صغيرين حبه صغيرين، وحطي عليهم بقى اللبن اللي طلع دوت بدل ما تحطي ميه تاني. هتلاقي بقى الخلاط مشي كده، وقاعدة تقعدي تضربي فيها لحد ما تبقى كريمي، وبعدين تفصل بالمنظر اللي انت شايفاه ده. صفيها واستعملي برضو المية او اللبن اللي نزل منها تضربي بيه الباقي لحد ما تخلصي خالص. حتة الزبدة بتاعتك الله، عاملة زي الزبدة اللي الجاموسي الجميلة الاصلي. بس طبعا دوت بيفرق طبعا في اختيار اللبن من الاول خالص. اللبن اللي بتجيبيه لازم يكون لبن جاموسي تقيل. الله على جمالها! ابتديت بقى ان انا اعصر فيها كده بحيث انزل منها اي لبن زيادة، واعملها بقى على شكل كده كور كده او اقراص. بقيت اشكلها بايديا كده بشوية مية، ممكن تستغني عن المية تعمليها بايدك بس. بيتها ليلة في الفريزر، وتاني يوم حطيتها بقى في الحلة علشان اسيحها زي اي زبدة انا بشتريها، على نار هادية جدا جدا، وتحتيها الشياطة كمان بتاعت الرز ديت. كل شوية تقلبي فيها بمضرب السلك، ما تسيبيهاش على النار علشان ما تلزقش في الحلة وتتحرق. افضلي قلبي فيها ما تزهقيش، هي بتاخد مدة شوية لحد ما تلاقيها ابتدت تغمق بالمنظر دوت كده بعد مرور حبة من الوقت يعني. وبعد كده هبتدي ان انا اقلبها برضو كل شوية بمضرب السلك علشان تفك عن بعضها لحد ما وصلت للون المطلوب. هصفيها بمصفى في علبة نضيفة ما فيهاش ولا نقطة مية، وبعدين احطها على جنب بقى كده تبرد براحتها. طبعا الخطوه دي انا عملتها بعد ما بردت خالص. وبعد كده بقى هبتدي ان انا اللبن بتاعها اللي طلع منها دوت انا مش هرميه، انا استعمله في المعجنات، وهقولك هنعمل بيه ايه. المرتة بقى ممكن تعملي بها بطة، ممكن تاكليها كده تحفة ومظبوطة جدا. بصراحة انا حطيت حوالي ربع معلقة ملح اثناء ما كنت بسيحها، فطلعت مظبوطة جدا. سيبيها بقى تبرد خالص، وبعدين حطيها في التلاجة واستعملي منها زي ما انتي عاوزة في كل اكلاتك. الف هنا وشفا، مبروك عليكي الكنز.